اهلا بيكم في ريفيو جديد. وزي ما متعودين دايما ان كل ما اجيب اي حاجه جهاز مثلا يسهل علينا الدنيا بعمل لكم ريفيو. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيو كامل عن مكنه الوافل من سوكاني. طبعا الوافل دلوقتي كله مهووس بالوافل وكله عايز يعمل وافل، والاطفال بيجيبوه بمبالغ طائله من بره قوي. طبعا العجينه مش عارفين مخلوطه بايه ولا صحيه ولا مش صحيه ولا الكلام ده. لا، احنا وفرنا على نفسينا وجبناه. طبعا موجود على جوميا وعلى نون وكل الابلكيشنز، سهل جدا ومتاح قوي. وكتير رشحوا لي ان سوكاني عاملينه يعني ماتيريال كويسه، وفي نفس الوقت سعر كويس وبيفي بالغرض يعني. فطبعا النهارده ان شاء الله هنعمل انبوكسنج للعلبه بتاعه الوافل. خليكم معايا، اعملوا لايك ويلا بينا على طول على احلى ريفيو. يلا بينا. اول حاجه زي ما احنا شايفين كده العلبه، زي ما احنا شايفين مكتوب عليها سوكاني وافل ميكر، وده شكل الموديل بتاع الماكينه نفسها. زي ما احنا شايفين شكلها لطيف قوي. طبعا نفتحها من جوه بس نشوف زي ما احنا متعودين بنشوف البوكس عليه من بره ايه. مكتوب عليها ان هي ايزي تو كلين، سهل جدا هننضفها. الاي دي لامب فيها لمبه اليد يعني، وهو 800 واط. اوكي، ودبل سايد هيتنج، يعني الوافل مش محتاجين ان احنا نقلبه عشان ناخد الشكل، لا عندنا هنا وعندنا هنا. طبعا الوافل ميكر ده صيني، طبعا صنع في الصين، بس طبعا يعني خامة كويسة جدا، مش صيني اي كلام يعني، فاهمين قصدي. رخيص على فكرة مش غالي. انا جايباه من كازيون. طبعا هو موجود اونلاين من كازيون ب 555. هنفتح كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل انبوكسنج. انا طبعا ما جربتهاش قبل كده. طبعا قبل ما بعمل اي حاجه لازم اجرب قدامكم كل شيء، عشان برضه نشوف ايه مميزاتها وايه عيوبها، واذا كانت فعلا يعني worth it ان انا اجيبها او ما اجيبهاش، يعني تستاهل ان انا اجيبها او ما اجيبهاش. اول حاجه معايا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يكفينا شرها ويأتينا من خيرها يا رب. الكتالوج as usual اللي هو محدش بيبص فيه اساسا اهو. عرفنا احنا ننضفها ازاي والكلام اللطيف ده. اوكي، والاجزاء من جوه عامله ازاي وكل حاجه مش عاوزينه دلوقتي. وده شكلها حلو قوي. بصوا كده معايا، هي 800 واط زي ما احنا قلنا، من 220 ل 240 فولت. فده شكلها كده. اوكي، بصوا هنا في زي كليبس كده او مشبك، ومن جوه اهي ما شاء الله لا قوه الا بالله. وده شهاده الضمان، هي ضمان عليها سنه بالظبط. تمام. جربت من سوكاني المضرب بتاع النسكافيه، ممتاز وحلو قوي قوي. لو عايزين تعرفوا ريفيو عن المضرب بتاع النسكافيه هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. اوكي، ده شكلها من جوه، بصوا حلوه ازاي. ونون ستيك او تيفال، الاجزاء دي تيفال يعني ما بتلزقش. وكاتبين ان احنا مش محتاجين ان احنا ندهنها زيت ولا اي حاجه، بس طبعا عندنا زيت اخاف عليها، لازم احافظ عليها. اوكي، ومفيش اكتر من كده زي ما احنا شايفين بالمنظر. طبعا هجربها معاكم وكل حاجه، بس اللي قريته في الكتالوج وعرفت ان هي اول ما بشغلها بيبقى اللمبتين دول منورين، الاحمر والاخضر بيبقوا منورين. وبعد لما بيبقى الحاجه اللي جوه خلاص استوت وكل حاجه، اللمبه الخضراء بتفصل والحمراء بتفضل شغاله. تمام، ده اللي انا اعرفه يعني، لكن ما بتعملش صوت ولا اي حاجه. بس يعني هي بسيطه جدا جدا وثابته. والفيشه زي ما احنا شايفين اهي اهي، هي 250 فولت و16 امبير. هنجربها طبعا مع بعضينا. اول بس اوصلها بالكهرباء. اول حاجه زي ما احنا شايفين كده تنور معايا اللمبتين زي ما احنا قلنا، الاحمر والاخضر. اول ما بتسخن تبتدي بقى اللمبه تفتح. ده اللي عرفته، ان انا لازم اسيبها تسخن كويس قوي قوي وبعدين ابتدي ان انا استخدمها. هروح بقى اجهز بقى العجينه بتاعه الوافل والكلام ده كله وبعدين ارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده فصلت اللمبه الحمراء منوره لوحدها، والاخضر فصلت خلاص. معنا كده ان هي سخنت وبقت تمام. هفتح بقى كده عليها بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. وهم قالوا ما تدهنهاش، لا انا هدهنها برضو اخاف بالنسبه لاول تجربه يعني. اكيد يعني لما نبقى عارفين هي بنقطتين زيت بالظبط يعني هنعرف بقى اذا كنا ندهنها بعد كده ولا الكلام ده بالشكل ده. اوكي، طبعا الوافل اللي هعمله ده انهيلثي او غير صحي بالدقيق الابيض. طبعا انا اصلا عقبال ما اشتريتها لقيت ولادي يعني عملوا العجينه دي وما استنونيش يعني، فمش مشكله.
اعملها لهم. وانا ان شاء الله معاكم في القناه هعمل لكم باذن الله الوافل الصحي. لو عايزين تعرفوا الطريقه اكتبوا لي في الكومنتس، وانا هعمل لكم ان شاء الله حلقه كامله بطريقه الوافل الصحي بالشكل ده كده اهو. يقول لي كمان اوصلهم ببعض هنا كده، والذي اللي قالوا لي وصليهم ببعض يا ماما بالشكل ده. خلاص طبعا كده ما شاء الله. لازم طبعا تكون على رخامه مستويه، وابتدي ان انا اغطيها. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. طبعا بصوا اللمبه الخضراء نورت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، نورت معايا. طبعا هو كده بيستوي. اول ما يستوي معايا اللمبه الخضراء دي هتطفي المفروض يعني. فهنشوف ان شاء الله النتيجه. من ضمن الملاحظات اللي ممكن نلاحظها انه ممكن يطلع شويه بخار ميه، ده طبيعي. هنشوف طبعا المنظر ده دلوقتي. ملهاش صوت لغايه دلوقتي، ده اللي انا شفت ريفيوهات عنها يعني على النت، ان هي بتقعد تعمل صوت طقطقه كده شويه، صوت كأن في ميه، بخار ميه والكلام ده، كل ده طبيعي. فهنتابع، ولو لقيت اي حاجه هوريها لكم ان شاء الله. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده صوت يعني الحاجه اللي جوه بتستوي، ده شيء طبيعي ما نقلقش. وابتدت تطلع دخان، مش عارفه اذا كنتوا انتوا شايفينه ولا لا اهو، شويه بخار، ده طبيعي برده مفيش منه قلق ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله اهو. ربنا يستر ما تنفجرش في وشي عشان اول مره اجربها فمش عارفه. هنتابع بقى مع بعضينا لغايه ما اللمبه الخضراء تفصل معايا، وشوف بقى النتيجه ايه. مش هفتح عليها لما انا ماشيه على التعليمات بالظبط اللي قريتها. تمام، هنتابع ونشوف ان شاء الله. خليكم معايا. فصلت معايا اهي اللمبه، مش عارفه اذا كنتوا شايفينها ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب بقى درجه السوى اللي احنا عايزينها، ممكن نعوز اكتر من كده اقل من كده، انا معرفش، بس انا شايفه ان هي استوت. طريه شويه، ان اولادي بيحبوها تبقى مقرمشه شويه كده، فممكن اديها كمان دقيقتين 3 بالمنظر ده. مش محتاجه بقى ان انا اقلبها، ولا مثلا ان انا اقلب المكنه مثلا على دماغها كده، لا، لان هي السوى هنا في هيتر وهنا في هيتر، فالتسويه هنا يعني المنظر ده هو اللي تحت، فاهمين؟ فانا عايزاها تبقى اغمق من كده شويه، بس ناخد بالنا عشان ما تحرقش مننا. فهديها مثلا دقيقتين 3 كمان عشان تبقى يعني اللون اغمق شويه، او تبقى مقرمشه اكتر، عشان الولاد بيحبوها كده يعني، زي اللي موجود على الصوره كده. اي هوب سو. خلاص انا شايفه كده ان هو خلاص كفايه بالنسبه للتجربه لاول مره. نوت باد. شوف بقى كده ستيكي ولا لا، او بتلزق يعني ولا لا. لا ما شاء الله ما بتلزقش. بصوا طالعه من تحت ومن فوق نفس التسويه بالظبط. يعني اقصد ان هي كمان في توزيع الحراره لا حلوه جدا الشكل ده. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه جدا جدا، عجبتني. طبعا يكفي ان العجينه احنا عارفين معموله من ايه، مفيش منها ضرر. هعمل بقى 2 كمان تاني البنت التانية وارجع لكم على طول ان شاء الله. خلاص انا كده خلصت الوفلايه التانية، برضو نطلعها نفس الكلام. ما شاء الله بتاخد يعني وقت قد ايه؟ بتاخد حوالي 5 دقايق او اقل كمان والله، عقبال ما اللمبه تفصل معايا بالشكل ده. بصوا طالعه مقرمشه وجميله ازاي. برافو على بناتي طبعا ان هم عملوا العجينه بتاعتها او الميكشر او الخليط بتاعها. طبعا زي ما قلت لكم بدقيق ابيض. لو عايزين تعرفوا كمان عملوه ازاي هعمل لكم ان شاء الله حلقه. لو مش عاوزين خلاص ممكن اعمل لكم هيلثي، على حسب ما انتوا يعني اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عايزينه هيلثي او ان هيلثي. اوكي طبعا انا اكيد هعمله هيلثي، مش دعوه بيهم. من ضمن الحاجات اللي لاحظتها، بس اشيل الاول الفيشه، ان بتعمل بخار ميه زي ما احنا شايفين كده اهو. بصوا بخار ميه شديد شويه، بس عادي يعني مفيش مشكله. طبعا نو تاتش، ما اعملش اي حاجه لان هي سخنه جدا. طريقه تنظيفها عرفت بجيب فوطه قطن ولا حاجه، ابلها بس بشويه ميه وامسح الموضوع ده. بلاش الصابون
لان كتر ان انا بشتغل الصابون طبعا فيه مواد كيميائيه والكلام ده، مع الوقت هيشيل طبقه التيفال الناعمه الجميله اللي على الوش دي، ومع الوقت هتلزق في الحاجه ومش هتبقى حلوه. فاهمين قصدي؟ ده اللي انا عرفته وسمعت من النصايح يعني، عشان اقدر احافظ عليها لعمر اطول ان شاء الله. تمام، انا كده خلصت خلاص. خليها بقى تقعد على جنب كده لما تهدى خالص، وابتدي ان انا اشوف بقى الوافل الجميل ده بالمنظر القمر ده. برضو ولادي عاملين هما الصوص بتاع الشوكليت، طبعا صوص ان هيلثي باين قوي عليه، بس عادي احنا نقدر نعمله هيلثي برضو. لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتس برضو، هعمل لكم ان شاء الله الطريقه باذن الله صحيه. وابتدي بقى ان انا احط كده على الوش الصوص اللي عندي بالشكل ده. طبعا حاجه نظيفه ومش هقول صحيه، بس يعني معروف مصدرها ايه. يكفي ان عارفه الايد اللي عملتها عامله ازاي في الشارع طبعا، او في الكافيهات، او طبعا الدنيا كلها بقت وافل دلوقتي، كل الناس بقت خريجين مدرسه الوافل يعني. حاجات مش صحيه، والله اعلم الدقيق اللي بيستخدموه عامل ازاي، اذا كان صحي ولا مغلف ولا مكشوف ولا ايه اللي عدى عليه. فاهمين قصدي؟ فاهمين الفكره؟ فاحنا نشتري صحتنا ونجيب مكنه زي دي، او نجيب القالب، في قالب سيليكون بيدي برضو نفس الشكل بتاع الوافل، وبرضو بيدي نفس النتيجه وحلو جدا يعني. مش لازم برضو ماكينه الوافل. انا بس بعمل لكم ريفيو عنها، لان انا لما بجيب حاجه لازم اعمل لكم ريفيو عنها عشان افيد غيري يعني، لو مثلا عايزين تعرفوا ريفيو مفصل عنها. فاهمين قصدي؟ وده شكل الوافل قد ايه لطيف وجميل. وشوفوا بقى بنجيبه من بره بكام، ونقدر نعمل منه مره واثنين وثلاثه وعشرة، ونبقى ضامنينه وعارفين الحاجه اللي بناكلها عامله ازاي. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وبحبكم جدا جدا جدا. ولو عاوزين حلقه وافل صحيه اكتبوا لي في الكومنت. بحبكم جدا، سلام.